لن أرحم الضعفاء حتى يصبحوا أقوياء، وإن أصبحوا أقوياء فلا تجوز عليهم الرحمة. ده مش مجرد اسم في الكتب، لا لا لا، ده واحد من أكتر الأشخاص اللي سابوا أثر ضخم جدا في التاريخ. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من واحد صاحبي ما تعرفوش. السنة هي 1889 والمكان هي بلدة صغيرة على حدود النمسا وألمانيا اسمها براوناو ام ان، ومن قلب بيت بسيط بيتولد طفل اسمه أدولف هتلر. أبوه كان راجل صارف، اشتغل مفتش جمارك وبيحب النظام والانضباط وكان شديد جدا، وده خلى العلاقة بينه وبين أدولف ابنه يعني مش أحسن حاجة. على العكس بقى أمه فكانت ست طيبة جدا وحنينة وبتحب ابنها حب فوق الوصف، كانت هي نقطة ضعفه الوحيدة. بعد وفاتها فضل شايل صورتها معاه لآخر يوم في عمره اللي كان في المخبأ، وده أكيد اللي هنتكلم عنه كمان شوية. الحنان اللي أخده من أمه مع القسوة اللي عاشها مع أبوه خلى جواه صراع بين الحلم والغضب، بين الفن اللي هو أصلا حلمه وبين السيطرة. هتلر في صغره كان الحلم الكبير بالنسبة له إنه يدخل أكاديمية الفنون في فيينا، وحاول فعلا إنه يعمل ده مرتين واترفض عشان يبتدي الحلم يتبخر واحدة واحدة ويعيش فترة صعبة جدا ماديا. يعني يسكن في مساكن متواضعة جدا، يحاول يا دوبك يبيع لوحاته في الشارع لو قدر، يحاول يلاقي لنفسه مكان في وسط العالم اللي هو عايش فيه أصلا، لحد ما قامت الحرب العالمية الأولى في 1914. وبالرغم من إن هتلر نمساوي إلا إنه كان بيتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية في النمسا، بل وإنه قرر إنه يتطوع للجيش الألماني. هتلر كان معجب جدا بالقومية الألمانية والعرق الآري المتفوق، على عكس مثلا الجيش النمساوي المجري كان تلاقي يهود ماشي، سلاف ماشي، يعني حاجة كده من كل عرق وجنس واحد. على مستوى الثقافة كان معجب جدا بثقافة ألمانيا، فكان حاسس إن عنده انتماء أكبر ليها، وبالتالي قرر إنه ينضم للجيش الألماني وابتدى فعلا يخدم هناك زيه زي أي جندي بسيط. بس الحرب دي ما كانتش بسيطة، دي كانت نقطة مفصلية في حياته، خصوصا بعد ما تعرض لهجوم بغاز الخردل وخلاه قاعد لفترة مؤقتة. وبعد رجوعه لقى ألمانيا متدمرة والناس في حالة فوضى تامة، وده خلق عنده إحساس قوي بالإحباط وشعور بأنهم اتعرضوا للخيانة من جوه، وشاف اليهود تحديدا أعداء ومسؤولين عن مشاكل البلد، لأن اليهود زمان كانوا بيعيشوا في مجتمعات منفصلة بعيدا عن الناس، وكان معظم شغلهم مبني على الإقراض والربا، فكان الناس شايفاهم ان هم انتهازيين وبيستغلوا الظروف المالية السيئة اللي بتمر بيها أوروبا كلها في الوقت ده عشان بس يعملوا فلوس. المهم ان ده خلق حالة من الكراهية لليهود بين كل الشعوب. فبعد خسارة الحرب ابتدى هتلر يحاول يدخل في السياسة، ونجح فعلا عن طريق انه دخل حزب وكان صغير وقتها اللي هو حزب العمال الوطني الاشتراكي او الحزب النازي زي ما بيطلق عليه. واعجب هتلر بافكار الحزب وخاصة معاداته لليهود والشيوعيين، وبدأ يظهر على هتلر مهارات في قدرته على الخطابة بين الناس، بيعرف ازاي يجذب الجماهير بكلمات حماسية رنانة، وسريعا بقى شخصية بارزة في الحزب ومن ثم رئيسا للحزب. وبعديها في سنة 1923 حاول يعمل انقلاب اسمه بير هول أو انقلاب قاعة البيرة، ولكنه فشل ودخل السجن. في السجن طبعا كتب كتابه الشهير كفاحي اللي عرض فيه أفكاره وأيديولوجيته وخططه لمستقبل ألمانيا. وبعد ما خرج من السجن اللي ما كملش فيه سنة بالمناسبة، فهم هتلر إن الوصول للسلطة بالقوة هو أمر شبه مستحيل، فقرر إنه يلعبها سياسة. ركز على زيادة شعبية الحزب النازي في الشارع عن طريق الخطب والوعود القوية جدا للشعب الألماني بإعادة العظمة والكرامة لألمانيا. في الفترة دي ابتدى يتعرف هتلر على واحدة اسمها إيفا براون، ودي كانت مساعدة المصور الشخصي لهتلر، وابتدى يعجب بيها وبجمالها وببراءتها، وابتدت فعلا تتكون بينهم علاقة هتستمر تقريبا 16 سنة وهتنتهي نهاية غريبة جدا. هتلر كان شايف انه ما ينفعش يعلن زواجه لان ده هيأثر على شعبيته السياسية عند النساء الألمانيات، ودي كان حاجة بيعتمد عليها جدا في محاولاته لإدخال الحزب النازي جوه البرلمان، ونجح في ده فعلا وبقى أكبر حزب موجود، ولكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة.
وفي 1933 وعشان يرتاح من الصداع قرر الرئيس الألماني وقتها هندنبورغ تعيين هتلر كمستشار ليه. بعد سنة لما توفي الرئيس الألماني قرر هتلر انه يضم منصب الرئيس مع منصب المستشار ويبقى هو الزعيم الأوحد أو الفيورر زي ما كان بيحب انه يطلق عليه. في الحكم أسس نظام ديكتاتوري مطلق، سيطر على الإعلام، الشرطة، الجيش، وقمع كل معارض ليه. بدأ ينشر أفكار تفوق العرق الألماني وشن حملات عنيفة جدا ضد اليهود وغيرهم من الأقليات. وفي سنة 1939 بدأ بغزو بولندا، ودي كانت بداية الحرب العالمية الثانية. الحرب دي استمرت لسنوات وأدت لهلاك الملايين من الناس، ده غير اللي اتعمل خلال الهولوكوست لما تم قتل حوالي 6 مليون يهودي. في نهاية الحرب ومع تقدم الجيش السوفيتي من الشرق اتجاه برلين ومن الغرب كانوا الحلفاء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ابتدى ينهار الجيش الألماني تماما. ابتدى يحس هتلر ان الدنيا خلاص بتنتهي. في وسط الفوضى واليأس ده كله، تحديدا يوم 29 ابريل 1945 قرر هتلر انه يتجوز ايفا براون بعد حب دام 16 سنة، كنوع من الاعتراف الاخير بعلاقتهم، لان ده كان قبل يوم واحد بس من انتحارهم مع بعض في مخبأه في برلين 30 ابريل 1945. بعديها بأيام قليلة جدا بتستسلم ألمانيا وبتنتهي الحرب رسميا. عايزك تقولي في الكومنتات شايف مين شخصيات تانية مؤثرة في التاريخ ممكن نتكلم عنها، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان توصلك الحلقات الجاية. سلام.